عايز تخلي صوتك على طريق الاحتراف يبقى عليك والمقامات الفرعية. وعشان تتمكن من المقامات الفرعية تعال أقول لك على أساسيات تدريب المقامات الفرعية. أولا يجب أنك أنت تكون متقن جيدا للمقامات الأصلية الأساسية الثمانية اللي مجموعة في جملة صنع بسحرك: الصاد صبا، النون نهاوند، العين عجم، إلى آخره. لأن أغلب فروع المقامات بيكون مزج بين مقامين اتنين. فعلى سبيل المثال مقام زي البستنيكار، مقام البستنيكار هو مزيج بين مقام الصبا ومقام السيكا. فأنت يجب أنك أنت تكون متقن جدا لأدائك الصوتي في مقام الصبا صعودا وهبوطا، وأيضا لمقام السيكا صعودا وهبوطا، عشان أنت تقدر تنفذ مقام البستنيكار بشكل جيد وسليم. ثانيا تكون متدرب كويس على التنقل بين المقامات وبعضها. يعني مثلا مقام زي الصبا يجب انك انت تكون متدرب كويس انك انت من الصبا تقدر تروح الى كل المقامات، ومن كل المقامات تقدر انك انت تدخل على مقام الصبا، وهكذا مع النهوند وهكذا مع الرصد الى باقي المقامات. دي بنعتبرها مهارة زي مهارة لاعب الكرة اللي بيتدرب على الترقيص والمرور بين اللاعبين. فيجب انك انت تكون عندك مهارة التنقل بين المقامات وبعضها. ثالثا انك انت تسمع المقام الفرعي الواحد كتير جدا وتعرف التكنيك الصوتي بتاعه ماشي ازاي، لان في بعض الفروع بيكون المزج بين المقامين مع المقام الثاني في منطقة الجواب، وفي فروع بيكون المزج بين المقامين المقام الثاني بيكون في القرابات.